السلام عليكم حبيباتي، واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله لا فيديو نتاع اليوم تلقاكم كامل بيان، وان شاء الله تستفادوا منها. هذه هي الحاجه اللي تهمني بزاف في لا فيديو هذه. اليوم البنات حبيت نشارك معكم لا فيديو هذه اللي هي تحضيرات للعرس. كان عندنا عرس البنات، انا وماما كنا رايحين عرس تاع طفله للعشاء، وحبيت نشارك معكم تحضيرات كيف وجدت روحي، واش راح ندير مكياج، واش راح نلبس هاد العفايس كامل. مي جيت لا فيديو هذه حبيت نرجعها ندير لها تدوير ونقلبها لكم البنات كيف تحضروا نفوسكم لنهار الشوفه، كيف توجدي روحك نهار قبل الشوفه، واش لازم ديري. باسكو كاين بزاف البنات تلقاهم مسكينه سورتو اللي تكون وحدها في الدار، ما عندهاش اللي يعاونها، ما عندهاش اللي يخفف عليها، تلقاها مسكينه تخمم غير في الضياف. تقولك لازم نحمر وجهي، تخمم غير واش راح ندير كاطو، لي موديل اللي راح نديرهم، ندير تحليه ولا لا، ننظف نسيق من اول بريود صغيره، وتنسى مسكينه روحها، وتنسى انها لازم توجد روحها. لهنا البنات كما قلت لكم، انا لهنا كنت رايحه نوجد روحي، كما قلت لكم العرس في الليل، سما البيريود هذيك تاع الصباح كامل وانا نوجد في روحي، وتعطلت بزاف، هي نورمالمون فيت نكمل، مي تعطلت بزاف باسكو كشغل نصور لكم ايطاب، من بعد نروح نستعمل هذيك الايطاب، من بعد نصور لكم لي برودوي، نزيد نروح نستعمل هذيك لي برودوي، سي بوغ سا طولت. المهم البنات، لهنا حبيت انا لهنا مادام العرس في الليل بديت صباح، مي نتوما نهار الشوفه نتاعكم ولا الخطبه تاعكم لازم تبداو النهار قبل الشوفه تاعكم. بالنسبه للكاطو والحفايسات كل واحد ديروهم بيومين، المهم خلي نهار من قبل، سوا هكا غير العشيه هذيك خليها سبيسيال ليك، نحي بها الشعر، ديري لي كوماج، ديري الحفايس هذو. اول حاجه البنات اللي تبداو بها اللي هي ازاله الشعر. لازم البنات تبداو بهذه الحاجه، باسكو اي واحد راح يجي للشوفه ولا الخطبه رايح يتوله منكم ورايح يفليكم من فوق لتحت، لازم البنات تقوموا بهذه المرحله. بالنسبه لازاله الشعر حبيباتي، كل واحد واش راح يستعمل. كاين اللي يحب يستعمل بومات ميم، كاين اللي يستعمل غاليه، كاين اللي يستعمل باراي، كاين اللي يستعمل الشرائح، كل واحد واش يحب، وكل واحد جسمه واش يوانمو. كما انا البنات نستعمل غاليه باسكو نحسها فيت نحب الساهل، حاجه هكا ما تضرنيش وتوالمني، وما عنديش حساسيه من البرودوي تاعها. كاين البنات هاد لاباراي تاع انزو هذه صراحه ما تعجبنيش صراحه، نحسها عيانه بزاف، ما تحكم، ما تنحيش الشعر من الجذور ولا، وزيد تقرص كي تنحي بها، ولازم لها الشعره هكا تكون طويله ولا ما على باليش، مهم ما تنحيش بها، ما نحيش بها البنات. نستعمل هكا فيها ثاني من الفوق هذيك تتنحى تاع ازاله الشعر، فيها وين ديري باغ اكزومبل غوماج، ولا وين ديري باغ اكزومبل مساج هكذا لوجهك، هذاك الواش نستعملها، اما ازاله الشعر ما نديرهاش. كاينه هذو الشرائح تاع ميم هذو بزاف واعرين، نحيو لكم الرحمه تاع ما تيماجينيوش البنات، واعرين. انا كي نحي بهم في رجلي عادي، مي في يديا تخلي لي بقع حمراء، وهذوك البقع يوليو لي زورق، سي بوغ سا ما نحبش نحي بها وتوجع بزاف. المهم البنات، بعد ما تنحيو حاشاكم، حاشا قدركم حبيباتي الشعر في يديكم ورجليكم، تجيو دوكا للشعر في وجوهكم. كما قلت لكم البنات، اي واحد جاي للشوفه ولا جاي الخطبه رايح يتوله من كل حاجه، سما ما تخليش حتى حاجه وديفو، ولا حاولي ديري الحفايس كامل، وزيد حتى ما تكون الشوفه ولا خطبه كامله نديرو بهاد الحوايج. نجيو دوكا لازاله الشعر في الوجه. بالنسبه للشلاغم البنات، وبالنسبه اللي عندها هكذا الشعر نظن هكذا الشعر هكا شويه بين الحواجب، ولا باغ اكزومبل في الجبهه فوق الحواجب، ولا اذا حبيتوا البنات تنحيو استعملوا ميم. شتو هذوك هما شرائح هما كبار كما نقولوا طوال هكا، هما تاع يدين ورجلين، مي نتوما تحبوا البنات تقصوهم هكا بالمقص، مستطيلات صغار، وتستعملوهم فوق الحواجب ولا بين الحواجب ولا في الشلاغم، ينحيو بيان، باسكو اصلا اللي يتباعوا جايين هكذاك ميم هما صغار برك، ماشي شرط لما تروحي تشري وتخسري روحك. هذوك برك الكبار انا نقطعهم باسكو ما نستعملهمش في يدي، ما نقطعهم برك وندير بهم هاد الحفايس. ومن بعد لهنا حبيباتي حبيت نشارككم ولا نوري لكم كيفاش انا نستعمل الغاليه، باسكو بالك كاين بنات تقول لك غاليه ما تنحيش، ولا ما نعرفوش نحيو بها، ولا ما نعرفوش كيفاش نستعملوها. اول حاجه لهنا درت ساشي نتاع غاليه، درت لها شويه نتاع جل دوش كما راكم تشوفوا. وهي الغاليه البنات هي لازم الماء تكبوه بالتدريج، تكبوا غير بالقطره قطره، باسكو هي كنت تكبي لها بزاف تولي تدردر، تولي ميها وتولي ما تنحي لك ما والو. لهنا البنات كما راكم تشوفوا درت غير ساشي، درت لها شويه نتاع جل دوش، ومن بعد الماء نزيد غير بشويه، دوك نخليكم تشوفوا.
هاي اللي كلها زدت شويه نتاع جل دوش باسكو الجل دوش هو اللي يخليها تجي كل البوماطه، وثاني يخليها شغل النهيله ذيك هي شويه فيها ريحه عيانه سما يعني يخفف لها هذيك الريحه. ومن بعد لهنا البنات نزيد الماء غير بشويه ونخلط غير بالقطره البنات، باسكو كون تزيدوا لها كون تكبي ديريكت رايحه تجي كميها ورايحه ما تنحيلك ما والو. قلت لكم انا نستعمل البنات لهنا يعني نستعمل هكا غاليه باسكو ما توجعنيش وما عنديش حساسيه منها، باسكو كاين بنات اللي تقول لك عندي حساسيه منها، وحاجه فيت يعني كل مره هكا دقيقه هكا ديري هكا دردريها وديريها تنحيلك بيان. انا توجور يعني نستعملهم فضليه باسكو انا ما نحبش الحوايج اللي يوجعوا الحوايج اللي يضروا. ومن بعد البنات رحت استعملت غاليه، نحيت حشاكم الشعر ونحيت في وجهي وكلش، وزدت جيت صورت لي طاب دوزيام باش نزيد نروح ندير باسكو سي بور سا هكا طولت. نجيو دوكا حبيباتي اللي طاب دوزيام واش لازم ديري بعد ما تنحي شعر حبيباتي. دوكا نجيو لابو تاعنا كيفاه نتهلاو فيها. انا لهنا البنات يعني جات شونس هكا كان عندي عرس كيما قلت لكم، وجات هكا فرصه اني ندير لي كوماج باسكو انا في الشتا ما نستعملش لي كوماج بزاف، نستعملش لي ماسك بزاف. في الصيف نستعمل باسكو اصلا البنات في الصيف عن نهارات يكونوا طوال نكونوا غير قاعدين، وزيد انا لابو تاعي تفزت بزاف في الصيف تكون عيانه بزاف، سي بوغ سا نحب ندير هكا لي ماسك طبيعيين ولا ندير هكا حفايس لي برودوي هكا. مي دوكا عندي وقت ما درتش، عندي يعني هكا وقت ما درتش هادو الحوايج. سما كي جات يعني فرصه تاع العرس ايا قلت نوض، جات الفرصه نوض ندير ننسى هكا شويه في روحي. اول حاجه البنات بعد كيما قلت لكم تنسلوا في روحكم. دوكا تجيو للوجه تاعكم. بالنسبه للوجه البنات هادو نتوما بالنسبه انا لهنا درتهم الصباح باسكو العرس حتى في الليل، مي نتوما هادو المراحل ديروهم النهار من قبل غدوه ان شاء الله تبقاي غير تماكيي وتبقاي غير تلبسي هذاك مكان. لهنا البنات درت لهنا اول حاجه درت تقشير للبشره، استعملت هذا تاع الشوفان والعسل، يعني استعملت لي برودوي اللي عندي البنات، ما نشحنش لي حوايج هكا. ميم نتوما حبيباتي ما تكلفوش رواحكم، اذا ما عندكمش باغ اكزومبل هكا البرودوي ديروا حوايج طبيعيه، ماشي شرط تروحي تشري هذه حاجه وهذه حاجه وتخسري روحك في جال يعني نهار ويفوت. حاولي كيما باغ اكزومبل انا استعملت لهنا تقشير للبشره، نتوما تستعملوا تقدروا ديروا اللي ما عندهاش هكا حاجه يعني من الكوزميتيك، تحبي ديري شويه قهوه مع زيت الزيتون ولا شويه السكر مع زيت الزيتون ويولي وجهك يهبل. بالنسبه لفتح المسامات ديري شويه نتاع الماء مع شويه نتاع القارص لا اذا عندك بشره دهنيه، وشويه نتاع النعناع، وتخلي وجهك يتبخر وتنحي هكا لي بوان نوار. بعد البنات ما درت الكوماج لوجهي رحت لهنا راح نغسل بهذا الغسول، لان هذا غسول وفي نفس الوقت مقشر. لبالي تقولوا لي ديجا راك استعملتي مقشر زيتي، باسكو البنات ما عنديش صراحه راني نستعمل غير في هذا هو اللي راني نستعمل فيه هذو الايامات كامل، سي بور سا يعني هو اللي غسلت به وجهي. لهنا البنات كنت لهنا يعني ديجا راني صورت لكم، مي دوكا كي راني ندير لكم في الصوت وراني نموض لكم ديجا راني عرست وكملت وراني لهنا برك يعني نشارككم كيفاش. ومن بعد البنات درت بعد ما غسلت وجهي بيان نجيو دوكا لهذا هذاك الماسك الذهبي هذاك، حسيته يعني ماهوش خساره تاع الصوار صراحه، حسيته هايل وكنت وريت لكم من قبل عجبني خير من تاع الماسك الاسود هذاك زعما اللي نحي بونوار مي نحي ما والو. مي هذا البنات هايل، تحسوا وجوهكم بعد ما تنحيو تحسوه نظيف، تحسوه ابيض، تحسوه رطب، يولي وجهك يهبل. ميم كي ديروه وتخليوه ينشف ومن بعد كي تجيو تنحيوه صعيب شويه باه يتنحى باسكو يلزق بيان، تجي كي جيلاتين هكا يلزق بيان. هذاك الشعر رقيق اللي يجي في الوجه ينحيه يقلب الوجه يهبل. انا هذا يعني عجبني صراحه. ومن بعد البنات بعد ما درتو حبيت ندير شويه من النيله الزرقاء باسكو النيله الزرقاء مليحه للتسبغات، ثاني تبيض البشره وتنحي ثاني هذاك الاثار تاع لاكني. مي بالمداومه البنات الحوايج الطبيعيه مام هذوك الحفايس كلش بلازم بالمداومه. مام نتوما حبيباتي كيما قلت لكم ماشي شرط زعما ديروا هكا لي برودوي. بالنسبه للتقشير ديري شويه قهوه مع شويه زيت الزيتون، تغسلي وجهك عادي ومن بعد ديروا البنات بالنسبه مثلا انا درت هذاك الماسك ذهبي، مي نتوما تقدروا تستبدلوه
بشويه نتاع نشا وشويه نتاع حليب ولا ملورد، يولي وجهكم يهبل، يولي ابيض ويولي رطب يهبل. الماسك هذا المفضل عند ماماك تعود عندنا عرس ولا مناسبه ما تحبش دير هذو لي برودوي، ثم تستعمل غير شويه نشا وشويه نتاع حليب يولي وجهها ما شاء الله. سي بور سا قلت لكم ماشي شرط تروحوا تخسروا صوارتكم ولا تروحي باغ اكزومبل تكلفي روحك وتشري هاد الحفايس على جال نهار، مهم تكوني نظيفه وتكوني ما شاء الله. ومن بعد البنات لهنا بالنسبه للنيله الزرقاء درت لها شويه نتاع الحليب، تحبوا ديروا لها ياغورت طبيعي، تحبوا ديروا لها ماء الورد، كل واحد واش يحب يدير. انا لهنا درت لها شويه تاع حليب خلطتها هكا مليح. وكيف تعرفوها البنات النيله الزرقاء راهي اصليه ولا فيك؟ اصليه البنات كي ديروها هكا في يديكم بعد ما تخلطوا ديروها في يديكم ما تنيلكمش على البشره نتاعكم، كي تغسلوها عادي. مي كي تعود مزيفه كي تغسلوا يديكم ولا وجوهكم بعد ما درتوا النيله الزرقاء يبقى جسمكم يبقى ازرق، البشره تبقى زرقاء، يعني هذيك النيله الزرقاء هذيك شغل تنيل لكم على البشره نتاعكم. حطيتها البنات لهنا اكوتي كيما قلت لكم راني ايطاب با ايطاب شغل لهنا صورت لكم بعد حطيت ومن بعد كي كملت التصوير رحت درت هاد الحفايس. ومن بعد البنات غسلت وجهي ودرت درت الكولاجين انا يعجبني البنات استعملته كترطيب، تحبوا نتوما تستعملوا نيفيا سوفت ولا اي مرطب راكم تستعملوه. ولا هنا حبيباتي نجيو ليطاب التروازيام. لهنا البنات كنت راح ندير مكياج باسكو انا العرس راهو في الليل راهو قريب، مي نتوما اكيد يعني غدوه منين ذاك ان شاء الله وكساعه ديروا هاد العفايس. لهنا البنات انا حبيت نشارك معاكم هاد لا فيديو باه ان شاء الله تستفادوا. هذا مكان كاين البنات صح يعرفوا هاد العفايس وبالك يعرفوا خير مني ويعرفوا بالك حوايج بزاف، مي كاين ثاني بنات صدقوني ما يعرفوش كيفاش يديروا، تقولك واش لازم ندير نهار الشوفه، كيفاه نوجد روحي، كيفاه وزيد مع هذاك الستريس تزيد تخلط لها كامل. سي بور سا انا حبيت مالغري راني رايحه للعرس مي حبيت نرجع لكم هاد لا فيديو مفيد ليكم وتستفادوا منه، هذه الحاجه اللي تهمني حبيباتي. لهنا البنات كيما قلت لكم رايحه ندير لهنا المكياج. انا ما نحبش المكياج وين يكون شارجي، نحب حاجه وين تكون خفيفه، بغا هكا عرس نحب حاجه وين تكون خفيفه. ميم نتوما ثاني حبيباتي نهار الشوفه ما تكثروش المكياج باسكو صدقوني ما كاش الراجل اللي يحب هذاك المكياج وين يكون شارجي. ديروا حفايس، ديروا باغ اكزومبل فون دو تاع ديروا بصح بطريقه وين تكون ذكيه. سما كيما انا لهنا راح نستعمل فينيس كريم توتال البنات، انا توجور نستعمل فينيس برا والله يعني هكا توالمني وتعجبني وترطب لي الوجه تاعي تقلبو يهبل، سي بور سا توجور نستعملها. وبالنسبه للفون دو تاع رايحه نستعمل هكا غير في لسان تحت عيني ميم نتوما هكاك. سي بور سا قلت لكم حاولوا تستعملوا المكياج بطريقه ذكيه. باغ اكزومبل راح ديري فون دو تاع مي ما تكثريش بزاف وين تباني راكي دايره. باغ اكزومبل لا عندك لاثار تاع لاكني خبيهم، لكن عندك شويه تاع لسان خبيهم هكا باه ما تبانيش دايره، تباني باهيه وتباني يعني حلوه بصح ما كيش تباني مطلصه بزاف بالمكياج. من بعد البنات بالنسبه درت شويه تاع ريسيل. وبالنسبه للغجاله في الاول كيما يعني في ذاك الوقت كانت حيرت لي واش راح ندير غجاله ما فهمتش كيفاش. ايا فينالمون درت البنات هذا الكرون هذا اللي جاي بردو هكا جاي يهبل كيما وريتكم لهنا لا مارك تاعو بالك تحبوا ديروا هكا كابتور ولا تحبوا تشريو كيفو لا مارك 11 جاي لا كولور تاعو تهبل مات. وزيد في العرس هذاك ما الحاجه اللي تطول باسكو رايحين نطولوا في العرس حاجه يعني ما تخليش هكا شباب مشقعين ولا يقشروا ولا لا يبقى يهبل. بالنسبه للروج البنات هذاك درتو هكا فراجو يعني حيل درتو البنات فراجو باسكو صح يجي هبل ما في شوارب يجي هبل ويجي ما شاء الله. مي انا هذا المره استعملت فراجو. درت البارفان، درت هذاك الباري اللي راكم تشوفوا فيه سلسله مع المناقش تاوعو لا على كل واحد واش يقول. وليسيت شعري البنات وحكمت بهذاك البروش اللي راكم تشوفوا فيه على جنب هكا في الجنب. وبالنسبه للباليت البنات استعملت هذه تاع هدى بيوتي فيها الوان يهبلوا الوان ترابيه. درت حاجه خفيفه ثاني ما درت زعما المسلك وين نبان يعني هكا بزاف زعما كما قلت لكم نحب حاجه سامبل درت هكا حاجه خفيفه. ميم نتوما حبيباتي نهار الشوفه ديروا حوايج خفاف، ديروا شويه غجاله شويه ريسي شويه لاينر اذا حبيتي ديري فوندو تاع ما تكثريش باسكو الفوندو تاع هي اللي تبين الواحد داير المكياج بزاف. ابخي لهنا حددت البنات هاد لا غوب
اللي كنت راح نلبسها. نتوما اذا بغيتو تحدوا من قبل ولا توجدوا واش راح تلبسوا، هذه حاجه باينه بغدوه تبقى لك غير تلبسي، واذا خليتيها غدوه من يدك تبقى لك غير حاجه خفيفه. لهنا البنات هاد لا غوب بالك هكا تبان لكم هكا، مي هي كي تتلبس وين تبان تهبل كي تتلبس، باسكو هي قصتها قصه لا غوب. انا شريت الساتان وديتها للخياطه، وانا يعني اللي خيطت الموديل هكا سامبل. قلت لها اول مره نخيط عندها، قلت لها اذا خيطتيها لي مليحه وخيطتيها لي بيان وعجبتني نجيب لك وين تخيطي لي فيست كيما تاع هي ماهيش كيما تاع الكراكو، مي هكاك ما تجيش طويله بزاف، تجي هكا قصيره. وكنت حابه نديرها في النوار ونطرزها وما نديرلهاش يعني طرز هكا شارجي، نديرلها طرز هكا خفيفه ونلبسها معاها. فينالمون البنات شيطتني على هاد لاغوب، شيطتني عليها كل ما نروح ليها يا خيطتيها لي والله لا تقولي مازال ديجا العرس قريب، كانوا عندنا هكا عرس من قبل في ذاك الوقت ديجا راهو جا العرس وما على باليش زربيلي منا. فينالمون كي جبتها يعني عجبتني، خيطتها تهبل، مي ما حبيتش نزيد نخيط الفيست اللي كنت حابه نخيطها باسكو ديجا راح الوقت، وعلى بالي بلي زيدت تشيطنا عليها وزيدت طول عليها، سي بوغ سا ما حبيتش نخيط فيست. هي كي تتلبس تجي تهبل، يعني عجبت بزاف ناس بزاف قالوا لي بلي جات باهيه، خيطتها تهبل، ما كي طولت ما بطلت اني نخيط فيست فوقها، حتى اللي كنت ساخفه عليها. كما راكم تشوفوا البنات لهنا صورتها لكم، يعني مع تطلقي شعرك وديري شويه مكياج وديري الاكسسوارات تبان تهبل. بالك لهنا في التصوير وكعدت ماهيش لابسه يعني ماهيش ملبوسه، ما تبانش كيما حاجه تلبسوها، جايه طويله وجايه لارج. حددتها ووجدتها وهذا واش لبست وهذا نتاع اليوم وهذا واش ماكيت. نتوما البنات حاولوا تلبسوا حاجه اللي تعجبكم واللي توالمكم. هذه هي حبيباتي، كانت هذه لا فيديو نتاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تفيدكم، هذه هي الحاجه اللي تهمني. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم، وقولوا لي اذا عجبتكم لا فيديو في الكومنتير، خلي لي هكا بتي كومنتير. خليكم حبيباتي في امان الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.